فجاي الليله دي عشان اقول بس ايه، اعمال بسيطه سهله لكل الناس، بسيطه جدا وسهله جدا وسريعه جدا وكل الناس تقدر تعملها. مش هقول لك قم الليل ب5 اجزاء، ولا هقول لك اقرا في اليوم 10 اجزاء، ولا هقول لك صوم من النهارده لاخر شعبان، وهذا كله اوامر بس لعليه القوم. انت خليك انت مع الغلابه اللي زي حالاتي، نعمل اعمال بسيطه انا وانت كده، بسيطه وسريعه وتجلب مغفره الله. دقيقه من فضلك، دقيقه من فضلك، انك في دقيقه واحده 60 ثانيه تستطيع ان تقرا الفاتحه 5 مرات في دقيقه واحده. انا عايز منك دقيقه، دقيقه من فضلك. ممكن تديني دقيقه لو سمحت، لو سمحت من فضلك دقيقه، اعطيني دقيقه واحده. لما تقرا الفاتحه في دقيقه، كل حرف من القران بحسنه، الحسنه ب10 امثالها. عدد احرف الفاتحه لما تضربها في 10 تطلع لك 7000 حسنه في الدقيقه. للناس بقى اللي بيحبوا الارقام ويحبوا الحسابات، مشيها معاهم كده في دقيقه واحده. دقيقه من فضلك، من فضلك اديني دقيقه لو سمحت، دقيقه. دقيقه تستطيع ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات في دقيقه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قول، تجربه عمليه، مش بقول لك كلام. عد على ايدك. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 25 مره في الدقيقه. تقدر تقول في دقيقه واحده لا حول ولا قوه الا بالله 10 مرات. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. بص في ساعتك، لا حول ولا قوه الا بالله. اقسم، بص في ساعتك دي، لا حول ولا قوه الا بالله، 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 لا حول ولا قوه الا بالله. نص دقيقه يبقوا 20 في الدقيقه. ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه. في دقيقه واحده تقدر تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 10 مرات، اكثر من 20 مره. في دقيقه واحده تقدر تقول الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله 20 مره. في دقيقه واحده تقدر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 30 مره. دقيقه من فضلك، دقيقه من فضلك، رجاء اعطني دقيقة. لاحظتم ان انا ركزت في الدقيقة على الاذكار ليه؟ مرة كنت بزور شيخي واحنا صغيرين، وبعدين قال لي قوم صلي لك ركعتين. هو قال يعني هيدخل يجيب حاجة ويجي بيقول لي قوم صلي لك ركعتين. قال لي انت ممكن احيانا تصلي ركعتين في دقيقة واحدة. الفاتحة وان اعطيناك والفاتحة وقل هو الله احد و3 تسبيحات في الركوع والسجود يخلصوا الركعتين في دقيقتين، في دقيقة واحدة ما يجراش حاجة. ركعتين ياخدوا ساعتين، ياخدوا 4 ساعات، لكن في احيانا تحتاج انك تصلي ركعتين في دقيقتين، في دقيقة واحدة تصلي ركعتين ما جراش حاجه وتتم الاركان. من اسباب مغفره الذنوب تحري موافقه الامام عند التامين. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا كل الأحاديث اللي أنا جبتها والآيات بحثا عن غفر له ما تقدم من ذنبه، عشان تغفر كل الذنوب اللي فاتت، تتمسح من صحيفتك، تبقى صحيفتك بيضة. غفر له ما تقدم من ذنبه. مثلا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إنك أنت تقول أذكار الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ولا إله إلا الله تمام غفر له ما تقدم من ذنب. لما بتسمع أنت وبتسمعي انت الكلام السهل ده تقول خلاص انا هعمل كده نويت. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداء، صلاة الصبح، من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قل سبحان الله 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا بقول لك الحاجات دي خدها واعمل، سهلة. هيجرى إيه بعد صلاة الصبح وأنت قاعد كده على إيدك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ال100 مرة هياخدوا دقيقتين 2 120 ثانية يا عمي. عمرك ما عملت مكالمة دقيقتين؟ كل مكالمتك بالربع ساعة. دقيقتين لله، أشحت منك دقيقتين لله تغفر بهم ذنوبك. وبقول لا إله إلا الله. جميلة قوي انك تقول لا اله الا الله، بس لان كثير من الناس يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. انا عايزك تقول لا اله الا الله. كلمة الله تبان. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. هتحبها، هتدوقها، هتستطعمها، هتقوي قلبك وتغفر بها ذنوبك. واجب الاسبوع ده ان ال20 حاجة اللي انا قلتهم من الاعمال التي تغفر لك بها نركز فيها. نركز تماما، لازم تركز في انك انت ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ان تعمل هذه الاعمال. اسامي الكتب، عمال يقول لي اسامي الكتب اسامي الكتب. كتاب قلب جديد لمن يريد فيه المشاريع دي موجوده. قلب جديد لمن يريد دي كلها زي ما بقول كده. ده الكتاب ده تهيئه وتوطئه قبل رمضان. في رمضان انا كنت برضو محضر حاجه عشان نقراها النهارده من الكتاب اسرار المحبين في رمضان. الكتاب ده اسرار المحبين في رمضان، ده تعيش معاه رمضان 10 فصول تعيش معاهم رمضان. نسال الله عز وجل ان ينفعكم بهما. اخوتي احرصوا ارجوكم رجاء حارا لوجه الله ان تحرصوا على ان تغفر ذنوبكم. بطل ذنوب، اقلع عن المعاصي، تب توبه نصوح، اعمل الاعمال التي فيها غفر له ما تقدم من ذنب لكي تصل الى محبه الله ورضوانه. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.